هو مين أول واحد قال أهلا وسهلا في التاريخ؟ وكان بيرحب بمين ساعتها؟ أول واحد قال أهلا وسهلا كان سيف ابن ذي يزن ملك اليمن قبل الإسلام. وقالها لمين بقى؟ لعبد المطلب بن هاشم جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسيد قبيلة قريش، واللي راح على راس وفد علشان يهني سيف بن ذي يزن بعودة ملك اليمن مرة تانية ليه. وقتها سيف بن ذي يزن طبعا رحب بيهم، بس ما قالوش الجمله دي بالظبط، يعني قال له جمله اطول حبتين. قال له ايه بقى؟ مرحبا واهلا وناقه ورحلا ومناخا سهلا وملكا ربحلا يعطي عطاء جزلا. كل ده علشان يرحب بيه؟ لا، ننزل بالترجمه بقى. مرحبا يعني وجدت رحبا وسعه، واهلا معناها وجدت ناس زي اهلك، وناقه ورحلا يعني كرم الضيافه، ومناخا سهلا معناها مكان سهل ترتاح فيه، ملكا ربحلا يعني ملك رابح، يعطي عطاء جزلا يعني يعطي عطاء كثير. بس احنا بقى اختصرنا الجمله دي كلها وخليناها اهلا وسهلا بس.